بس معانا مين؟ مروه؟ منار برضو ميم، انا ما غلطتش. يلا يا منار. السلام عليكم. وعليكم السلام يا حبيبتي. كل سنه وحضرتك طيب. وحضرتك طيبه. دلوقتي انا مخطوبه بقالي سنه ونص. مخطوبه؟ ايوه بقالي سنه ونص. اول ما اتفقنا احنا كنا متفقين على 3 سنين على اساس ان هو كان شغال شغل خاص. يعني محاسب في مكتب محاسبه صغير. ايوه وانتوا وافقتوا؟ احنا وافقنا. عشان حلو؟ لا عشان اخلاقه كويسه. طب ما هي دي الحلاوه. اما انا بقول عشان حلو يعني عينيه برتقاني ووشه بنفسجي، ما انا اقصد حلو يعني اخلاقه كويسه. بالظبط كده. وانتوا عرفتوا منين انه اخلاقه كويسه يا منار؟ بابا قعد معاه قعد معانا فطلعت اخلاقه كويسه. يعني ادانا له ورقه وقلم؟ لا وغير كده هو كان زي يا بنوته يا بنوته، يعني ادانا له ورقه وقلم وعملنا له امتحان في الاخلاق فجاوب صح. بالظبط كده. بجد والله؟ ده الاخلاق كويسه يا منار لازم نكون عاشرناه. هو كان زميل صاحبتي وصاحبتي كانت عارفاه. صاحبتك مش كفايه؟ يلا كملي القصه. طيب المهم بعد كده ربنا سهله بعد ما اتخطبنا بحوالي شهر واشتغل شغل حكومي واتثبت. يعني انت وش خير؟ الحمد لله. ممكن. الحمد لله. بس بعد كده احنا بابا كان متفق ان هو هيساعده. احنا كنا متفقين على 3 سنين دول على اساس ان هو لسه ما فيش شغل ثابت او كده، فكان هيبقى وضعه برضه يعني قلنا هيبقى صعب ونصبر ونستنى، خصوصا ان هو نصبر يعني. يا حبيبتي. بس بعد كده بابا قال يعني سنة مثلا كده وهيبيع عندهم أرض في البلد. الأرض دي يعني عدى سنة وكده وما فيش أي حاجة، ما عرفوش يبيعوها، والأرض دي كمان عليها ميراث. يا حبيبتي. فدلوقتي يعني أنا بقول له مثلا اقترحت عليه ان احنا نعمل قرض وكده على اساس ان هو يسهل لنا الموضوع شويه. هو دخل في جمعيه بس الجمعيه دي مبلغها صغير جدا. على رايك لا نعمل قرضين. نعمل قرضين علشان تبقى حياتنا هبابين. يعني حرام؟ طبعا ده مش حرام، هي حياه غلط يا بنتي. يا حبيبتي اسمعيني وكل المشاهدين يسمعوني. اروح اشرب شاي واخطب عيله وانا عندي شقه ولسه هفكر ابيع ارض عندي في البلد وابيع امي في الشارع اللي وراه؟ ده تهريج وقله ادب. مفيش بني ادم يدخل بيت بني ادمين الا وبيته جاهز وشغله يكفي 3 بيوت. من استطاع منكم الباءة فليتزوج. فيش واحد يروح ياخد ترانزيت عند ناس سنة واثنين وثلاثة وفي الآخر احنا كنا متفقين. لا ما اتفقناش، يلا هد الدنيا، بعد ما يكون بوظ حياتهم ودخل حياتهم وفضح الدنيا وخد ذكريات وعمل باك جراوند ونتخانق ونتصالح ونتخانق ونتصالح. دي مش جوازات، دي انتحارات. المسلم لو قالوا له ايه رأيك يا فلان يا حبوكشة، انت حضرتك خلصتي جامعة يا حبيبي، ان خطوبي دي، يقوم الواد يقول ايه انا لسه بقول لي هادي اخطبها. ثقافة امك عيشة مش عائشة رضي الله عنها. ايش تضيع منك، احجزها اصلها جاموسة، ادي عربون. ما ينفعش. هيجي بعد 2 3 واحد احسن، هتكون انت سكتك وقفت، ده وقف حالك. هيجي واحد محترم، هيجي واحد يقدر يفتح بيت ويقدر يربي عيال. لكن قفلنا السكه على حبوكش. اطمني يا بنتي شوفي اخباره ايه. تدخل البنايه بقت تفكر في قرض. سلمى مبروك يا جدعان، سلمى مبروك بتفكر في قرض. شوفوا مبروك بقى يبقى حالته شكلها ايه. خلاص بقت عقل اقتصادي، بتفكر في اللي يودي جهنم عشان ان شاء الله عنها اتجوزت. قرض ليه؟ قرض ليه؟ اذا كان اللي رايح يقول لبيك اللهم لبيك قال هجيب قرض، العلماء يقولوا له اقعد اتنيل. فيش قرض للحج ولا تقسيطه ولا بقسيطه. احنا مش هنودي زباين لربنا. الدين اغنى وربنا اغنى. في حاجه اسمها لمن استطاع اليه سبيلا. هنجيب بقى ودننا من جيله اللي نقدر يسد وما يقدرش يسد والدنيا خفيفه ويحقق امله وشوقه. والله نسخنا دين محمد وجبنا دين جديد ما يعرفه سيدنا محمد ولا يحبه ولا يقبله. 3 سنين ونوافق. انتوا عارفين هم وافقوا ليه ونستحمل؟ تلاقي ام منار دي او خالتها
يا اختي حد طايل النهارده العيال ما بيتجوزوش ويقدر ونلبس الدين العمه بقى، الدين اللي هو المفروض بيلبسنا وبيسترنا وبيعلمنا، احنا نلبسه بقى. احنا نقول يا عالم وربنا والشخير عليه. اهي هي اعتقدت من دلوقتي في الدجل ان بمجرد ما خطبها ربنا فتحها عليه. دجل. انا اشهد لو دخل عليها ربنا يجيب له رزقها وهي زوجة مش وهي خطيبة. الخطوبة في شرع الله الإسلام اللي احنا بنهده كل يوم بمواقفنا النيلة وعد بالزواج، لا هي جواز ولا أي حقوق ولا كلميني ولا ما سألتش عليا ولا ألوه ولا شاتة ولا باتة ولا هاتة ولا زيارة ولا حمامة ولا بطة ولا منورنا ولا مشرفين. وعد بالزواج، وعد. جوزوني يا عم الحاج أنا فلان الفلاني ان شاء الله يا حبيبي ربنا يهدم اللي في الخير، يلا خلاص. ويمشي 3-4 ايام 3-4 اشهر ويكونوا عارفينه سنه، الا اذا كان متربي معاهم وعارفين ان هو ابن مين واصله ايه والسي في بتاعه. لما كان في الاعداديه كان بيشرب سبارس، ولما راح الثانويه العامه بقى بتاع بنات ونسوان، وراح الشرطه والهباب. يبعد عننا، ومش يبعد عننا انه هيعيش محروم، لا يتوب وياخد واحده زيه تايبه برضه. لكن انا ما عنديش استعداد اقول ولا افتي بان ممكن يكون في حد يدخل بيت مسلمين ليبدأ رحلة المآسي. بيجرب هنا، بيركن هنا، ويمكن يجيب هدومه ويغسلها له هنا، يروح ملجأ، يروح دار إيواء، يغسلها في الترعة، يبعد عننا لغاية لما يبقى جاهز. قدامه 2 قدامه 3 اشهر، قدامه 4 اسابيع، مستني يجيب الفرش بس معاه الفلوس. انا ما رضيتش اجيب الأوضة لبني عشان يمكن تحبها كحلي، والاتنين مش حلوين على فكرة. لكن يعني في نوع من البني كده جميل او مبلوع وبيلمع، وفي نوع اقل زي البيج، وفي الابيض، وفي الوان تانية ممكن يكون اسود مطرز بحاجات تانية يرد الروح. في الوان، في اذواق. فانا مش ضراني ان انا جبت كذا. الخد الجميل، خد النجف، خرج النجف، يمكن ما تلدش عليها الاوضه. فانا استنيت يا عمي، ما رضيتش اجيب اوضه النوم اللي هي ب35، وقلت لما الحلوه تيجي يوم تيجي البيت تقول ليه؟ قول له يا بابا. يوم بابا يقول له يا ابني 35 ايه؟ خلي بالكم انا بتكلم على واحد بابا يعرفه. امك نفيسه، الله، امك ليلى الله يرحمها، جبنا لها اوضه النوم ب1500، احنا هنجيب لك امه 15. ويتجوز بعد اسبوعين لان احنا عارفينه من 25 سنه، والدنيا تبقى جميله. اللي بيحصل في بيوت الناس ده حرام لا يرضي الله تبارك وتعالى. الصبر دايما بيبان سهل من بعيد. طول ما المشكله مش مشكلتك والوجع مش وجعك وانت بره الدايره دي، النصايح بتطلع خفيفه وسهله على اللسان. شدي حيلك، انشف شويه، ما تضعفش. وكأن الوجع اختيار والألم متعة، أو كأن اللي في الدايرة قاتلة دي سعيد وما بيحاولش ينقذ نفسه أصلا. أسهل جملة بنقولها لحد موجوع: أنت مكبر الموضوع. هو أنت ما شفتش فلان عايش إزاي وعنده إيه؟ عارف فلان تعب أكتر منك قد إيه؟ وكتير من الكلام ده بقى وإحنا في الحقيقة موقفناش مكانه ولا حسينا بتقل اللي شايله. لأن في فرق كبير قوي وشاسع ومرعب بين واحد واقف على الشط، واحد في نص البحر عمال يعافر عشان يقدر ياخد نفس واحد قبل ما يغرق، بيحارب ومش عارف أصلا يعوم. عشان كده اللي داق ملح البحر وهو بيغرق عمره ما يتساوى مع اللي داقه وهو بيعوم وبيلعب على الشط. في حاجات كتير ما بتتفهمش بالكلام ولا بالحكم ولا بالنصايح الجاهزة، تتفهم بس لما انت تعيشها، وساعتها تكتشف قد ايه كنت فاكر نفسك فاهم وانت فعلا مش حاسس بحاجة. الإحساس أصعب بكتير من انك تفهم أصلا. عشان كده ما تحكمش على الناس من بره. في قاموس الدنيا التجربة والألم الكلام عنهم دايما سهل، إنما التجربة تقيلة وأصعب بكتير. ولو مش قادر تساعد فأرجوك اسكت.